تقرير محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو ضد محمد هاني بعد ما تعرض محمد هاني للإنذار الثاني والطرد بعد رفضه للخروج للملعب أثناء استبداله من المكان اللي كان محدده له معروف. عايز أقول لك بس نقطة مهمة جدا، عشان في ناس كتبت إن محمد معروف بيقول إن هو تلفظ، إن محمد هاني يعني تلفظ بألفاظ خارجة. الكلام ده مش مظبوط ومش صحيح، وهقول لك دلوقتي ليه. لان القانون بيقول، والا كان معروف كده ما طبقش القانون وهو اللي لازم يحاسب على الكلام ده. القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول اذا في لفظ خارج تلفظ بيه اللاعب لازم يطلع كارت احمر مباشر، حتى لو كان في انذار. لكن هو طلع له انذار تاني وبعدين كارت احمر. معنى كده ان هو ايه؟ ان هو شافه على انه مصر على انه ما ينفذش تعليماته كحكم ويخرج من المكان المحدد ليه. النقطة هنا بقى هيعاقب بإيه؟ هيعاقب بالإيقاف مباراة وحيدة وبغرامة مالية طبقا للائحة. لكن النظرية هنا اللي عايز أقولها، الحقيقة لغاية دلوقتي مش مفهوم موقف محمد هاني. هو إيه اللي كان عايز يعمله وليه وقف جوه الملعب وليه ما خرجش؟ أحيانا في بعض اللعيبة اللي بتتصرف تصرفات بتيجي ضد مصلحتها وضد مصلحة الفريق وما بتبقاش مفهومة الحقيقة. ومفترض ان محمد هاني يعني لاعب يمتلك الخبرات الكبيرة اللي تخليه ما يتصرفش تصرف زي ده. يعني تصرف الحقيقة لغاية دلوقتي انا مش قادر افسره يعني.